الزمالك في القمة والأهلي في القاع. دوري المجانين الدوري المصري مولع في أول 6 جولات. ماذا يحدث للنادي الأهلي؟ النادي الأهلي في المركز ال15 ونادي الزمالك متصدر الدوري. الزمالك امبارح بيفوز فوز مفيش أحلى ولا أجمل من كده على المصري في أفضل مباراة من وجهة نظري في الدوري المصري حتى الآن. الزمالك شغل عالي قوي قوي قوي. الزمالك بصفقة خوان 2000 وعداد دباغ وادم كيادي، الزمالك بقى في حتة تانية قوي السنة دي مع جون ادوارد، وبقى من افضل مواسم الزمالك هتشوفها مع كمان يانيك فيريرا. حاجة مفيش احلى ولا اجمل من كده. بتشوف كمان عندك دونجا اتطور قوي في نص الملعب، بقيت اشوفه من افضل الارتكازات في مصر. دونجا اتطور، بقينا بيعرف يستلم كرة، بيعرف يسلم، بيعرف يخرج من كرة من تحت، ما بقاش بيرجع للخلف كتير، بقى بيلعب الطولية على طول لقدام. بقينا بنشوف كورة كويسة لنادي الزمالك، وبقينا بنشوف الزمالك في حتة تانية غير النادي الاهلي. اللي ما تعرفش ايه اللي بيحصل للنادي الاهلي. النادي الاهلي بالمعنى كده زي ما بنقول بالمعنى البلدي عندنا، النادي الاهلي اشترى نجوم كبار السن. دي اسهل كلمة واسهل رد بالرد البلدي. النادي الاهلي اشترى نجوم كبار السن. اشترى زيزو، دفع فيه ملايين، وزيزو لسه ما تأقلمش مع النادي الاهلي. اشرف بن شرقي طلع كل اللي معاه مع الزمالك ومع الريان القطري. تريزيجيه عمل كل حاجه بره في ستوك سيتي واستهام وتراسبون التركي، عمل كل حاجه. وجرادليشار عمره ما يعوض وسام ابو علي، ومحمد شريف عمره ما يعوض وسام ابو علي، وامام عاشور مصاب في الكتف من ساعه كاس العالم للانديه والاهلي سيء، ومحمد الشناوي توفى والده والامر سيء معاهم. كل حاجه في النادي الاهلي تحس ان في دروب. اول مره تشوف النادي الاهلي بالشكل ده، دروب من اعلى فريق في مصر وفي افريقيا لاسوأ فريق حاليا في مصر وفي افريقيا. الاهلي مش ده شكله المعتاد، مش ده النادي الاهلي، مش دي شخصيه النادي الاهلي، مش ده خالص لعيبه النادي الاهلي وروح الفانلة الحمراء اللي كانت لعيبه النادي الاهلي بتلعب بروح وتخلي ان النادي الاهلي في كل مناصير التتويج. النهارده بتشوف الاهلي قدام انبي، هو لعب شوط كويس، شوط اول شوط 10 تسديدات، ولكن الشوط الثاني انبي وحمزه الجمل عرفوا يمسكوا زمام الامور وعرفوا يعملوا ماتش كويس جدا جدا جدا، وقدروا يجي لهم ضربه جزاء وقدروا كمان يتعادلوا، وكمان احتسب لهم جون تاني ولكن اتلغى بداية التسلل. صراحة الاهلي سيء، والاهلي بشوف ان الاهلي محتاج تخطيط كتير ومحتاج مدرب كويس يقدر يرجع النجوم دي تاني للفورمة الطبيعية بتاعتهم. عشان النادي الاهلي صراحة 6 متوشة مفيش اسوأ من كده. 6 متوشة النادي الاهلي في مركز 15، مش مركزه الطبيعي طبعا. احنا عارفين الاهلي على طول في القمة، ده مش مركز النادي الاهلي الطبيعي. الاهلي لازم